مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم حبايبي، وان شاء الله فطوركم فطور العافية عليكم يا بعد عمري، وسهمكم مليون عافية على هالكنافة هاي الطيبة والريحة اللي عبت البيت. هنا أنا راح اشتغل وياكم هاي الكنافة واشارككم فطورنا. زين حبايبي، هسه هنا شنو عندي اني بالكنافة؟ عندي هنا بنات جبنة البيتزا جيمر، والشعرية مال الكنافة هاي الطرية، واكو بيها يابسة. انا مطلع وياكم طريقة اليابسة. حبايبي، اي نوعية جيمر عندك؟ انا عندي هاي هسه هذا الصغير قلت اخليه، وكيفك انتي تردين تخلين اي نوعية تخلين. طبعا كنت اسوي هاي الطريقة قديما، يعني على طريقتي تعتبر الخاصة يعني، بس هنا راح يعني انا مغيرة بيها شي قليل، وهسه راح اذكر لكم شنو كنت اسوي قبل وشنو هسه يعني الشي اللي تغير. شوفوا حبايبي، هسه عندي انا الشعرية طبعا خالتها بالمجمدة. ابدي هنا أنا اثرمها زين حبايبي، على مود من جامدة اقدر يعني اتحكم بيها. وشوفوا اخليها بطاسة افتحها خاف مثل متلاصق شي بشي. وهنا أنا بعدين اجي اخلي عليها دهن جنة حبايبي، تطلع عطرها كلش طيب يصير بيها. زين، وهنا أنا خليت رشة فانيلا، لأن إذا تحطين هذا الفانيلا عليها بنات تعبي البيت يعني، هم بالشوي وهم من تريد تاكليها انت يعني بها لذة كلش طيبة، يعني مثل الكنافة اللي نشتريها من برا. زين حبايبي، هسه شوفوا طبعا عندي وسواس شوية أنا بالهاي، بس هو مو وساخة أو فشي بنات. هاي الشعرة نفسها مالت الكنافة تتحمص زايد فلونها صاير أسود، أنا أطلعها. زين، هاي الصحونة هسه أنا دهنتها بدون ما دهنتها ولا شي. هاي الصحونة تدخل الفرن، وأنا استعملت وياكم الكوس بنات اللي شويت بيهن الألوان الكيك اللي سويته وياكم بديل الكيك الرخامي. هذن يدخلن للفرن، هذا اللي يصير نوعه مثل النوع الفخار. زين عيوني، راويتكم بالبداية النوعية الأولى، وهسه راويتكم هاي النوعية الثانية. هاي اللي النوعية هاي إذا عندكم خلوا من عندها. هنا هسه اجيت طبعا أنا ما أريد يعني، هسه أنا ما عندي مثل طاوة هيجي، أو ما عندي فد قالب صغير هيجي أشوي بيه. فالحل يعني هو بهاي الصحونة إنه تشوين بيه، لأن إحنا نفرين بس أنا وأبو نور، فأسوي كمية صغيرة حتى لا مثل أسوي وأظل أرميها. زين حبايبي، خليت هاي القشطة حطيتها بالكيس الحلواني، وبديت هنا أنا أوزع هاي فوق بحيث أغطي شكو مكان يعني بي طالعة من عنده القشطة أو الجبن. انتوا لاحظتوا أنا بالبداية من حطيتها خليت يعني خليتها الطبقة الأولى ترفع على الحواف حتى لا يصير عليها الجبن وتلتصق، ومن أريد يعني مثل أقلبها تتفلش عندي. زين حبايبي، الصحن قلت لكم ما دهنته لأن هاي أصلا أني دهنة الشعرية مالت الكنافة. هسه انتقل، طبعا دخلتها للفرن على حرارة بنات أعلى حرارة بالفرن، تخلوها من جوا وبعدين من فوق، وترفعيها شوي السباية، ما تخليها كل شي جوا حتى لا تحترق. طبعا جاي اطلع هنا أنا تمن، وهاي من يطولنا مالت الحصة تجين تلقين اشكال بيها الشكر هذا. زين، فابي يعني حبات تمن طلعتهن. هنا أنا خليت مي باعوا بنات، هن القياس انت اذا تردين تخلين قلاصين شكر بقلاص مي. انا طبيعتي احب دائما بدون قياسات، ولاحظتوني حطيت هذن بس شنو ما التزمت بقياس المي. فشون يعني هسه شلون اعرف عيني ميزاني، اعرف المي اللي يغطي الشكر؟ شلون يعني من نطبخ التمن المي اللي يغطي التمن؟ هاي نفس هيك، هاي مالت الحلويات. المي يعني اي كميه عندي مال شكر. شوف انا جاي اراويكم خالد دنابيس حتى لا يرتفع الردان، لأن ردانها عريض. شوفوا حبايب، وخليت رشة فانيلا عليها. وهسه أبدي أخليها من نار لحد ما تذوب شكو حبة مال شكر موجودة. هاي شنو، أخليها كلها تذوب وتفور تقريبا. من بعد الفور أخليها فد ربع ساعة. الفحص شلون يكون مالتها وأعرفها كافي بنات؟ عن طريق اللمس. أخذ بالملعقة شوية، هذا المتبقي بالملعقة يبرد، أخذه بإيدي وأشوف يعني أتفحص الثخن مالتها. زين، بهاي الطريقة أعرف الثخن مالتها وأطفيها. فأنتوا من بعد الغليان، من بعد ما تغلي زين، شو تسوون؟ ورا هيك ربع ساعة خليها تغلي على نار عالية، بعدين أطفي. فراح يصير هذا القطر أو الشيرة راح يصير هاي الثخن مالتها المناسب للحلويات. هسه انتقل هنا لفطورنا. أفخاد دجاجتين عندي، لأن أنا هاليوم جاي أخذ الصدر يعني أستعمله شغلات أسويه. زين، طبعا ذبح، إحنا المجمد نهائيا ما نجيبه. خليت نمية بصرة، خليت هنا دارسين، وراويتكم إياها القرفة بنات لونها فاتح أشقر كلش حلوة. هيل، فلفل أسود، ملعقة زنجبيل. هنا طبعا خالة هاي الكبابة بنات خالتها هي، و
هي وجوزة الطيب سوية خالتهم. وهنا أنا خليت قرنفل، هاي راح تطلع لي البهارات، راح تطلع لي السوب، يعني شي خيال. زين حبايبي، وطلع زفرة الدجاج. هنا هسه طلعتها من الفرن، شوفوا بنات، يعني شوفوا من أقلبها بكل سهولة. زين، وقلت لكم هذا الصحن لا ينفطر ولا عليه أي شيء. إذا عندكم من هاي النوعية كوس فشي، حتى لو تريد حتى كيك عادي تسوين بيه كيك. زين عيوني، شوفوا جاي أراويكم إنه يعني مثل لا مثل ملتصق بها ولا شيء، هي مجرد إنه بس تتحمص. والكنافة أحلى إذا تصير على نار عالية. إذا تخليها على نار هادئة بنات راح يظل هذا الجبن مالتها يظل شو يسوي حبايب، شلون يدخن بعد. زين، هسه هنا أنا مسوية الشيرة دافية، طلعتها حارة والشيرة دافية يعني مايلة للبرودة. زين حبايبي، جيت هنا هسه جاي أسقيها، بس ما كلش خليتها شي مليان، لأن هي بعد راح تنزل لي جوا. فراويتها لأبو نور وشاف الطعم مالتها، قلت لك بعد أخلي يعني شيرة أو قطر، قال لا كلش كافي. هنا خلينا ونوب تراجعنا لملمتهن، لا هيك حركات هاي. زين، فهسه هنا أنا شوفوا حبايبي خليت هذا الفستق، طبعا جاب لي أبو نور هيك مفلس، بس أني طحنته. زين عيوني، لأن المطحون ما تعرفين شنو يخلون ما يخلون، على الأقل هذا أنا على إيدي أني طحنته. وهذا شكلها النهائي للكنافة حبايب قلبي. وسهمكم مليون عافية، والله طلعت في شكل طيبة يعني مثل اللي نشتريها من برا. زين، شوفوا حبايب، طبعا هي سواية البيت أحلى من سواية البرا، صح لو لا؟ يعني سواية البيت تحفة بنات، خاصة إذا أنتي مثل متقنة شغلها وتعرفيها. شنو كنت أسوي قبل كنت شو أسوي حبايب؟ كنت أخلي جبنة العرب أنقعها، أطلع الملوحة مالتها، وجبنة العرب اللي يصير يعني هاي ماكو اللي بيها مغطى من هاي، وهم أخلي عليها يعني شو اسمه قيامر. زين، من هاي القشطة أخلي هاي القشطة الكالة أو قالة اسمها، يا أما الذهبي يا أما الوردي. فأخليها يعني أبرشها بعدين وأخليها فوقها، تصير كلش طيبة بنات. بجبنة العرب تصير كلش طيبة هي والقيامر. بس هسه هنا خليت جبنة البيتزا وهم طعمها خيال، كلش طيب طلعت يعني الطعم مالتها. هسه هنا بنات خليت بهارات الكاري وخليت بهارات البرياني. آخر شي قلنا من يفور الجدر يلا أخلي البهارات اللي مطحونة، يعني اللي جايبتها أنا مطحونة وكاملة. هنا أنا مقطعة بوتيتة 2 طبعا، ما أريد أكثر هواية لأن قلت لكم إحنا بس نفرين أنا وأبو نور. ملحت هنا أنا الدجاج حبايبي وأخليه يغلي من لحد ما يتبلغ بيه الملح. جبت هنا هسه الطاوة هاي راح أخلي بيها. شوفوا بنات، هنا أنا هاي عندي البصل، هاي البوتيتة والبصل راح أخليهم سوية. ليش سوية؟ لأن هن ياخذن بس شنو يكون القطع يكون مثل مكعبات وتقريبا نفس الحجم. زين، هنا أنا شنو بنات عندك البصل والبوتيتة ياخذون نفس الوقت بالاستواء، يعني بالقلي. زين عيوني، هاي إذا مثل تردين أنت مال استعجال أو مثل تريد تخلصين بسرعة، زين، أو يعجبك مثل هيك تسوين. وحلو إن البوتيتة تاخذها من ريحة البصل ويطلع الحشو كلش طيب بهيك طريقة. كل شوية أبدي أقلبها. شوفوا بنات، خليت عليها شوية كركم على مود يتكرمل عندي، يعني أول شي البوتيتة تحمص شكلها يصير يعني محمص، والبصل هم شوية يتكرمل عندي. زين، هسه هنا أنا بديت جاي أطلع هذا النلفخاذ مالات الدجاج وأبدي هنا. طبعا الوقت هنا يمشي بنات، جاي يمشي يعني قريب على الفطور بعد. فأني هسه مثل ما تقولون بعد يعني دخلت تقريبا من الساعة 2:30 لحد الفطور يلا قعدت. زين حبايبي، يعني شوي إذا واحد إذا الوحدة شوية تعب عليه، بس نقول إن شاء الله ماكو تعب، كله أجر هذا وثواب إنه، لأن إحنا هم جاي نفطر صايم وإحنا صايمين، حتى إحنا من فطر واحدنا هم إنه ثواب. زين، لأن هذا يعتبر كله عبادة حبايبي. شوفوا هسه هنا أنا حطيته جاي أصفيه على مود شوية يخف علينا الدهون، تخف علينا يعني خاصة معدة الصايم مثل خلينا نقول ما تتحمل هالقد. زين، فأصفي. هسه جيت هنا أنا أريد أطبخ للتمة، خليت زيت، خليت شوية الشعرية، حاولت على هاي العين قريب عليكم، حمسته شوي. أحب أخلي دائما اللون يصير كلش غامق على مود يعني يصير أغمق من التمن. زين حبايب، اللي هو الرز يعني. شوفوا هاي حمصتها للشعرية، وأنا أحب طريقة التمن هيجي كبس. طبعا هاي شنو بنات، هذا التمن خالطة أني عنبر وبسمتي نوعين، بس طلع كلش طيب يعني. زين، زاد عندنا من العزيمة ما شاء الله جاب لي كيس أبو 5 كيلوات، قلت له هذا كلش هواية.
فطلعت على قد العدد، يعني ايش قد احنا ايش كم شخص عازمين، طلعت على قد يعني على قده، وزاد عندنا اني عندي من اول العنبر، فخلطت تسويه بنات وصار طعمه كلش طيب، خاصة بالمطبقات. زين يصير كلش طيب. هسه هنا نفس اللي حمست بيه ريحة البصل بنات حبايبي، شوفوا نفسه اقلبيه هم ينطي طعم للدجاج. زين شوفوا حبايب، باع اللون اللي يغري، هذا لون مالت الجلد وهيك لون يعني كلش يغري. زين عيوني هسه هنا شوفوا شوي عندي اكو صفحات ما واصل لها يعني الزيت، فبديت شوي اقلب منها لحد ما تتغلف يعني كلها وتصير لون واحد. هنا أنا هسه عندي هاي اريد اسوي الشعثة، ما اعرف اكو يعني بنات اللي تعرفوها كتبوا لي، واللي ما تعرفوها اول مرة تشوفوها، طبعا هي تراثية يعني قديمة، هن يسووها يعني من زمان. زين حبايب بالدهن بالزيت دهن الحر. زين شوفوا منا اقلبه للتمن، نشف المي مالته جاي اقلبه، وهنا طبعا انا طفيت عليه، هنا طفيت عليه النار. هسه بديت هنا خليت هاي الزبدة، شوفوا اريده يعجن. زين اريدها يعني شلون تنعصد عندي، هاي الشعثة يصيحوا لها بنات كلش طيبة، يعني تعطي طعم للتمرة كلش طيب. هنا خليتها بصحن، طبعا هو على اساس اني انزع النوى من عندها وهيجي شي، قلت له لابو نور ما الحق، قال يلا سويها هيجي، بس المهم يعني خلينا باع هو هيجي، بعدين يحب ياكل ياها ويا الراشي ابو نور. خليت عليها السمسم ويحب ياكلها. طبعا هنا أنا جاي يتحارش هو هنا يريد يشارك بس بالحركات يعني. زين شوفوا حبايب، فهنا جاي نحضر، بس لا هو يعني هم اخطي يعني فرش السفرة مالت الأكل وظل ياخذ يعني الشغلات اللي مثل موجودة بالثلاجة، طلع هالشرابت هاي الشغلات. زين شنو مسوية طلعه وخلاه يعني على السفرة. زين حبايبي هسه هنا أنا شوفوا بنات جاي أراويكم هاي بعد الصور ذن النهائية، وأتمنى أنه عجبكم الفيديو، وأتمنى أنه شاركونا ويا الصديقات بالجروبات حتى استمر وياكم ونقدم الأحسن ثم الأحسن. باي باي، مع ألف سلامة وسهمكم مليون عافية.